ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ النهارده معانا موبايل هواوي نوفا واي 90. بس مبدئيا كده لو حد اداني الموبايل ده وقال لي سعره، او حد اداني التليفون ده وقال لي ايه رايك في التليفون ده، بصوا معايا كده على الشاشه، حرفيا ما فيهاش حواف نهائي. الحواف بتاعتها ما تقولش ان هو موبايل اقل من 10000 جنيه خالص، ومش محتاج طبعا اتكلم عن ظهر التليفون لانه شيك. المهم انت لو عايز تشتري الموبايل ده او اي موبايل تاني من حد كويس وبسعر كويس، فما فيش غير واحد بس، هو الفار لخدمات وصيانه المحمول، وده حد محترم جدا لانهم بقى لهم اكتر من 15 سنه خبره في المجال ده. المهم سيب لكم رابط البيج بتاعهم في الديسكربشن تحت. المهم بقى للوهله الاولى اول ما جربت التليفون ده حسيت ان التليفون ده مش اقل من 10000 جنيه واكتر كمان، لا الموبايل فعلا شكله شياكه وحاجه محترمه جدا. لا الموبايل ده جامد فعلا. بس بعد ما استخدمته شويه كان في شويه حاجات، يعني من اول 10 دقائق استخدمته كده لا التليفون ده زي الفل، لكن بعد كده لا في شويه حاجات كده مش احسن حاجه. خلينا بقى نشوف ايه مواصفات وعيوب الهواوي نوفا واي 90. لو بدأنا اول حاجه وهي بالشاشه، عندنا هنا شاشه اي بي اس بتيجي بفول اتش دي بلس وبتردد 90 هرتز، وانا ما عنديش اي مشكله خالص مع الشاشه الاي بي اس لانها هنا فعلا كويسه جدا وتشبع الالوان كويس وكل حاجه حرفيا في الشاشه دي معقول. بس لكن بقى اللي مش معقول في الموبايل ده وهو الاداء بتاعه، لان الموبايل هنا بيجي معالج سناب دراجون 680 وده اللي بيجي معماريه تصنيع 6 نانومتر، فالموبايل ده كاستخدام عادي يعني تلاقوا من الصفحات والحاجات اللي هي العاديه خالص كويس جدا. على قد ما جربته لا حاسه كويس مش وحش، لكن المشكله الاساسيه وهي في الجي بي يو. بمعنى انت لو بتاع العاب الموبايل ده مش للالعاب. حرفيا النوفا الواي 70 اللي هو اقل منه في الامكانيات بيشغل ببجي على هاي اتش دي، هنا ما بيعرفش يعملها، فالتليفون ده مش للالعاب. وللاسف ان الجي بي يو والسي بي يو كله في معالج واحد، فتجربه المعالج النهائيه مش احسن حاجه، هي كويسه الى حد ما لو حد مش بتاع العاب. ومن الحاجات المميزه هنا الموبايل ده بيجي ب 8 جيجا رام مع ذاكره 128 جيجا، والميزه الاكبر الموبايل ده بيجي بطاريه 5000 ملي امبير، ومع ذلك برضه سماكه التليفون هنا ما زالت ممتازه جدا، وده طبعا مع المعالج الموفر جدا في البطاريه، فالموضوع هنا كويس جدا. مش كده وبس، ده الموبايل هنا بيدعم الشحن السريع لحد 40 واط والشاحن معاه في العلبه، فدي نقطه تحسب للموبايل الصراحه، لان في موبايلات ثانيه بتنزل بقدره شحن سريع بس ما بينزلش معاها الشاحن السريع في العلبه، بينزل اي شحن وخلاص. وطبعا النقطه المتفوقه فيها هو بجداره نقطه الشبكات. انا كنت فاكر ان الواي 70 بس هو اللي شبكاته جامده وده موبايل طفره من نوعه، طلع هو فعلا مبدع في حوار الشبكات ده. وللاسف هنا الموبايل ما بيجيش بسماعات ستيريو، بس السماعات اللي فيه جامده جدا. والنقطه اللي اكيد اهم وهي الكاميرات. بص بغض النظر عن الثلاث كاميرات اللي فيها، في كاميرتين ما لهمش لازمه خالص، سيبك منهم خالص. الكاميرا الاساسيه اللي هي 50 ميجا بكسل، للامانه كنت متوقع جوده الكاميرا دي تبقى احسن من كده شويه، بس هي ما زالت كويسه. هي طول ما في اضاءه كويسه الصوره كويسه، لكن غير كده مش احسن حاجه، وده اللي ما عجبنيش قوي الصراحه. ولو جينا للكاميرا السيلفي الى حد ما هي معقوله شويه، بس نرجع تاني للنقطه الاهم جدا جدا جدا، وان الموبايل ما عليهوش خدمات جوجل. يمكن من زمان جدا لما كان هواوي لسه في بدايه المشكله وفي الحوارات دي انا كنت بلغي ترشيح خالص موبايلات هواوي. يعني اي حد كان بيسالني عايز تشتري موبايل هواوي اقول له لا خالص، لانه ساعتها كان بيبقى محتاج واحد فاهم قوي ان هو هيعيش من غير حاجات معينه في الموبايل، فالموضوع مش احسن حاجه، مش زي ما هو يبقى موجود على خدمات جوجل على طول كده. لكن دلوقتي في عز التطور اللي هو عملته والصراحه مبدع جدا، قليل قوي اللي مش هيعرف يتعامل معاه دلوقتي. يمكن كان قبل كده كان فئه كبيره اكبر من الناس اللي كانت تعرف تتعامل مع النظام ده، لان هو بتحاول توفر لك كل سبل الراحه عشان تقدر يبقى الموضوع مثالي معاك. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن هواوي نوفا واي 90. اكيد في فيديوهات جايه كتير حلوه جدا. انا احمد زيرو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.